نجدد الترحيب بكم مشاهدينا، وأيضا نرحب بكل من انضم لمتابعة حلقة الليلة من برنامج من عمان. نوصل لمحطتنا الرابعة، وأكيد اللي الكل قاعد ينتظرها يمكن بشغف كبير، يعني لمحبة طبعا ضيوفنا في هذه المحطة. باسمكم جميعا نرحب بالإعلامي الكويتي علي نجم. مساك الله بالخير يا علي. مساك الله بالنور. حياك الله، نورت السلطنة ونورتنا في من عمان. منورة بهلها وبوجودكم، مشكورة. الله يسلمك يا رب. وأيضا مايد آل علي، الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي سلام سناب شات. حياك الله. ايش هذا سلام سناب شات؟ ايوه بالضبط. وايضا منورنا في السلطنه وايضا في برنامجنا. اهلها وشعبها ان شاء الله، شعب العمان. الله يسلمكم يا رب. اذا علي المذيع الذي مثل ما يعرف نفسه ولد او خلق ليتحدث او ليتكلم. صحيح يا علي؟ صحيح. ايوه، من الاشياء اللي عرفتها اليوم عنه انه هو ليس صديقا للسفر. هذه زيارته الأولى للسلطنة. صحيح، هي زيارتي الأولى لسلطنة عمان، وأعتبره هذا قصور مني أمانة، لأني أعشق الشعب العماني وأعشق عمان، وأحب هذا البلد المسالم الجميل اللي من أول ما تطبين على أرض عمان تحسين بأن هناك صفاء مع النفس، وتحسين بأن الناس متصالحة. فهذا الشيء الواحد يحب بأنه يحس فيه. فأنا جدا محظوظ أني أنا أكون في عمان في هذه الفترة، وأتمنى لكم دائما كل التوفيق. أكيد احنا اللي محظوظين أيضا، وكل محبينك محظوظين. يمكن شفت هذه المحبة، صح انك مايت، ولكن يعني المحبة موجودة في هذه الأرض التي لم تطأها قدمك يا علي. وأخيرا وأضمن لك أن هذه ما راح تكون آخر مرة. لا إن شاء الله ما تكون. أنت مايت كيف الأمور معك؟ الحمد لله. أنت وجيراننا يعني. هذه مش زيارة، مو بأول زيارة لي لعمان، يعني دائما بلادنا الثانية هذه دائما أنا فيها. أكيد حياكم الله. احنا كنا يعني في هذه الفقرة حابين شوي نتكلم أكثر عنكم، ولكن اليوم في ظل وجود هذا الهاجس اللي عند الشباب والشابات حول الشهرة، وانتم ما شاء الله عليكم حققتوا هذه الشهرة. يعني علي من النماذج اللي طبعا حقق نجاح كبير من خلال الإعلام التقليدي، بحكم أنه هو مذيع في إذاعة المارينا اف ام، وبرنامجك ما شاء الله كم صار له؟ 9 سنوات. 9 سنوات. 9 سنوات. لما كان عمرك 16 سنة ولا 16 سنة 2006. أيوة. ان شاء الله السنة الجاية احتفل باليوبيل، شو يسمونه 10 سنوات، يوبيل فضي، يوبيل برونزي. لا مو يوبيل ولا هو يوبيل، قرن خلينا نقول قرن. القرن. اقدر اقول بان هي كانت ولا زالت وستظل دائما هاجسي الأفضل والأقرب إلى قلبي العمل في الإذاعة. نعم. أنا ماني صديق للتلفزيون نهائيا، أنا صديق للإذاعة، واللي بالنسبة لكم كبير من الإعلاميين يسمونها هي أساسا مدرسة المذيع الأولى. صحيح بالضبط. لأن في الإذاعة ما عندك هذيك الأدوات اللي تقدرين أنت تستخدمينها علشان توصلين حق الشخص اللي قدامك. ما راح يشوف تعابير وجه، ما راح يشوف ابتسامات، لازم يشعر بالابتسامة بالصوت، لازم يشعر بالحزن بالصوت، لازم يشعر بالحماس بالصوت. فكون اني انا بلشت في الاذاعه، فانا اعتبر بان هذا اهم خطوه اتخذتها في لكن حياتي. علي يعني في حديث صحفي ذكرت انك انت ممكن تنتقل وتكون مقدم تلفزيوني، ولكن فقط في برامج الجماهيريه مثل Arab Got Talent، او يعني اللي على شاكله هذا فويس او كذا. لقناعتي التامه بان مارينا اف ام اذاعه مسموعه في الوطن العربي ككل، من الخليج الى الوطن العربي الى الكويت. فاذا الواحد يبي يطلع في التلفزيون، يبي يطلع في التلفزيون في برنامج مشاهد بنفس القاعده الجماهيريه اللي تسمع مارينا. صحيح. فاذا تبي يكون لك ظهور في برنامج تلفزيوني، فخلي يكون برنامج تلفزيوني لا ثقله، من خلال لجنه تحكيم كبيره، من خلال برودكشن كبير، ومن خلال كميه كبيره من المتابعين. جميل. انا بني ادم وايد طموح، واذا ما حسيت ان الفرصه جات اقول انطرها لين توصل ولا اتخذ خطوه. بنتكلم عن هذه النقطه المهمه جدا، لان هي اصلا محور حديثنا اليوم في هذا اللقاء. ولكن بعد ما انتقل لمايد، يعني مايد احنا قلنا لنا عليه انشهر من خلال طبعا وجوده في الإعلام التقليدي، من خلال وجوده في إذاعة، وعنده برنامج مستمر ما شاء الله وله مستمعين ومحبينه. ولكن الشهرة تأتي عن طريق الإعلام الجديد. كيف؟ عن السوشيال ميديا. نعم. طبعا السوشيال ميديا وغير وايد في مجتمعنا، صارت الناس تنتقل للسوشيال ميديا اكثر من التلفاز والاذاعه. سوري على الكلام علي، بس ما راح نتهاوش الحين، نتهاوش بعد المقابله. انا فاهم عليكم. طيب يعني ايش هي المعايير اللي تخلي الناس ينجذبون للسوشيال ميديا وان يكون فيها مشاهير يعني ينطلقون من هذه الادوات؟ طبعا في السوشيال ميديا كل واحد له مجال. يعني في واحد له فيديوهات يوصل معلومه بفيديو الضحك،
ضحك بفيديو يقدم فيه رساله، في واحد مشهور باسلوبه، اسلوب الحلو في طرح المواضيع، مواضيع اجتماعيه، مواضيع تمس بالمجتمع اللي هو فيه يعني. وكل واحد يعتمد على طريقه طرحه. سلام سناب شات، ايش المميز فيه؟ هذه طلعت عفويه الكلمه سلام سناب شات وانتشرت، يعني مثلا الحين الناس اللي يوم تشوف واحد مشهور تتبعه، تخليك مثل قدوه لهم، يعني يشوفون يسوي شيء يقلدونه، يحاولون يمشون وراه يعني. فالواحد يوم يشتهر ولا شيء، يعني هاي رساله لكل المشهورين، حاول يخلي الناس يتبعونه في شيء ايجابي مش سلبي. وهذا اللي احنا نتكلم فيه، ان الشهره اليوم سهله، ولكن انت تنشهر بايش؟ بماذا؟ هو الشيء الصعب اليوم. يعني مجال الشهره واسع وممكن اي واحد ممكن ينشهر. يعني علي، انت ما شاء الله شهرتك ايضا تجاوزت اللي هو الاعلام التقليدي الى السوشيال ميديا، وكونت هذه القاعده الجماهيريه، اكيد لان عندك رساله وهدف. صحيح. وانت دائما عندك هذا الهاجس من الناس اللي لا يملكون طموح وما عندهم رساله في الحياه. صح. قبل يومين يمكن كنت قاعد اتكلم في سناب شات عن هذا الموضوع. كان يمي بالسياره رفيجي، فقلت له ابي اسالك بسناب شات الحين، بقول لك شنو طموحك، وسو روحك ما تدري، سو روحك مو فاهم عن شنو قاعدين نتكلم، وبعدين اسالك شنو طموحك، غير الموضوع واضحك، وخلينا نحسس الناس بان لاي درجه الانسان اللي بلا طموح هو شخصيه ساذجه جدا، شخصيه احس بان ما ادري هو باكر شنو راح يسوي في حياته. ادفع الناس بشكل كبير للطموح، لان بلا طموح فهناك ما راح يكون في اي وقود للحياه. صحيح. إن كان في هناك شغلة جدا مهمة أنا ودي إني أنا أوصلها من خلال التواصل الاجتماعي، خلينا نقول بشكل خاص، لأنه يختلف طعمه عن طعم البرنامج اللي قاعد نقدمه. صحيح. 5 أيام بالأسبوع، 3 ساعات أو ساعتين باليوم، فهو ليس كل مشهور ناجح وليس كل ناجح مشهور. بالضبط. وهذا شيء يؤسفني شخصيا، ولكن في نفس الوقت أسعى لرؤية الأشخاص الناجحين، وأحاول بكثر ما أقدر من طاقة وقوة ولفت انتباه لهم بأنهم يكونون مشاهير، وأنظر إلى أولئك المشاهير بلا رسالة، بلا هدف، بلا هوية ولا طموح، وبأحاول بكل ما أمتلك من قوة بأني أخلي الناس تنساهم. النجاح هو الشيء الجميل، والشهرة كلنا نقدر أن احنا نكون مشهورين بأبسط فعل ممكن يكون صحيح. تافه أو ما له أي معنى، وبالنهاية خلاص الناس كلها راح تدري عنا وراح تتابعنا. لكن هل هذا نجاح؟ الناس لازم يوصلون لمرحلة بأنهم يفرقون بين الإنسان الناجح والإنسان المشهور. إذا قدرت إني أنا أفرق بينهم راح أعرف منو اللي ممكن يأثر علي ومن اللي ممكن أطالعه على سبيل إن إحنا قاعدين في زوارة وفي يمعة وشوفوا فلان إيش سوى وضحكنا وتغشمرنا وانتهى موضوعه إلى هنا. إيش رأيك مايد؟ اليوم كم من المشاهير اللي في السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي الناجحين والمشهورين فقط؟ مثل ما قال علي لازم تفرق بين الناجح وبين المشهور. صحيح. بس إذا اجتمعوا الاثنين شو نقول عنهم؟ مبدع. وهذا هو المبدع. صح. فلو واحد بدا اشتهر على شيء لو كان سلبي يعني يقدر يغير، يخلي هالسلبي ايجابي، ما يستمر على السلبيه. مثلا يبدا واحد بالفيديوهات تخل بالاداب يعني. في وايدين اشتهروا على هذه الاشياء، بس عقب ما يتابعونه طبعا مش فئه واحده تتابعه، في الصغير يتابعه، في الكبير، في الام، في الابو. فيعني انا كابو يعني اذا كنت كابو يعني ما ابغي ولدي يتابع شخص مثل هذا، يعني شخص ما ابغي ولدي يتبعه يخليك قدوه له. نعم. فوايدين يعني عقب ما اشتهروا شافوا يعني الجميع يعني اكثر من فئه تتابعهم قاموا يغيرون وجهتهم، يعني قام تغير فيديوهاتهم من سلبيه لايجابيه، وهني يحقق شو الشهره والنجاح. هني لان استشعروا هذه نقطة ممكن نختلف انا وياك فيها اليوم، بس بنختلف بعدين. انزين لو كان عندي وقت بخليكم حقيقة تختلفون هني عادي، ما عندي مانع يعني. طيب هني هذا التحول في التوجه جاء عن استشعار المسؤولية الحين. صحيح. بسبب وجود هذا الكم من المتابعين عندي، ولذلك أنا يجب أن أكون على قدر هذه المسؤولية. اليوم علي ما شاء الله هذا الجماهيرية الكبيرة لك، وأيضا خروجك من إطار الإعلام التقليدي إلى السوشيال ميديا وتقديمك رسائل دائمة للمواطنين لجمهورك، واللي تلامس فيها وايد حياتهم، مشاعرهم، عواطفهم. اليوم كيف تتعامل مع هذه المسؤولية؟ هذه علي وايد داخل في العواطف هذه. هذه انا اسميها رسالتي الثانيه في الاعلام، واللي هو الاعلام التقليدي واللي هو بالاذاعه. ما نقدر ننكر بان انستغرام، سناب شات، تويتر، واتساب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لها عمر ويموت، ولكن الاذاعه ما ماتت منذ الازل ولا تزال وستظل في تميزها وفيما تقدم من ابداع. ولكن احس بان في رساله لازم تكون موجوده في الاعلام التقليدي. بالضبط. كثر ما اقدر انا اوصل هذه الرساله، ألا وهي بأن لا حرج على الرجل من أن يتكلم عن مشاعره وأحاسيسه. هذا الشيء لا هو عيب
ولا هو حرام ولا هو خطأ. والنقطة الثانية بأن هي يجب بأن نؤمن بمقولة عيش وخلي الناس تعيش. يا أخي عيش، عبر عن نفسك، وبالمقابل لا تمد يد الاتهام على الناس اللي حوالينك وتتكلم عنهم وتتكلم عن تصرفاتهم وتتكلم عن إحساسهم وتتكلم عن مشاعرهم، ولا تستخدم قلوب الناس للإيجار. خطأ. هذا قلب أنت سكنته مو لفترة معينة وتمشي. يا أما احنا في عندنا مثل بالكويت يقولون القلب دكان وكل له مكان، فلازم مكانك اللي في هذا الدكان تحافظ عليه. لقيت أن هذا الباب في خوف من الشباب بأنهم يتدخلون فيه. سموني نزار قباني ونبي نزار قباني، سموني خف علينا يا قيس يا مجنون ليلى، وقالوا عني كلام، ولكن كنت أرى بأن هذا الكلام اللي قاعد يوصلني ما هو إلا لفت انتباه. وأنا عندي فكر بأن يجب أن ألفت العقول ولا ألفت الأنظار، فإذا قدرت أني ألفت عقله فأنا بالسيف. وهني قدرت تلامس مشاعر الأغلبية الصامتة، اكتشفتهم هذه الأغلبية أنهم تدرين أقول لك شيء، الأغلبية الصامتة هو كمسمى طلع معي عن طريق الصدفة. كنت قاعد أقدم برنامجي في يوم من الأيام على الهواء، وكنت قاعد أقول بأن أنا على يقين بأن كمية الناس اللي قاعدة تدز لي مسجات الحين أو قاعدة تشارك معي بالاتصالات هي جميلة ككمية، ولكن الأغلبية لا تزال صامتة للحين ما اتصلوا فيني. فطلع الترم بشكل جدا عفوي، أغلبية صامتة. فقمت أقول الأغلبية الصامتة لا تتصلون، ما أبيكم تتصلون، ولكن كل يوم بوجه لكم رسالة. حلو. ومن هنا بلشت الفكرة وصارت هي محور مهم في البرنامج. نعم. وأنت أغلبيتك ليست صامتة مايد، يتفاعلون معك دائما وأبدا مع رسالة توجه. التواصل الاجتماعي يعني قال التواصل الاجتماعي كل برنامج يغطي على الثاني. صحيح. فبدوا الناس في الانستغرام، نزل السناب شات، يعني السناب شات غطى على الانستغرام. انت كم صار لك في الانستغرام؟ 9 اسابيع او شيء مثل شيء؟ انا في الانستغرام صار لي 3 سنين. 3 سنين؟ ما اعرف، يعني ما تنزل وايد. بس يمكن في عمان مو معروف يعني. لا انا دخلت الحساب تقريبا 90,000، الا اذا كان واحد مزور، هاي بعد سالفه ثانيه. المزورين قلت في برنامج يغطي على الثاني، فيوم نزل السناب شات سوى دروب حق الانستغرام بشكل كبير، فالناس صارت وجهتها للانستغرام للسناب شات. نعم. فالسناب شات اقدر اكون قناتي انا روحي، اقدر في حكايتي اكون صحيح. قناه يعني في انستغرام 15 ثانيه ما تفيد يعني. اقدر اكون قناه، اقدر اتكلم في موضوع، اقدر اناقشهم في كومنتات، في تفاعل، في فيديوهات يقدرون يردون علي، نقدر نكون نقاش. صح انا المتابعين في الانستغرام اكثر عن السناب، بس عدد اللايكات في الانستغرام ما يساوي عدد المشاهدين في السناب. حلو. يعني مثلا فرق كبير في اللايكات هذه. جميل جدا. طيب سؤال اخير، يعني طموحك القادم ايش ناوي؟ يعني بعد هذه الشهرة، بعد ما حققت كل هذه الأمور، إيش طموحك القادم؟ أكون قدوة. سؤالك علي هذا. أكون قدوة للفئة اللي تتابعني ويذكروني بالخير مثل ما قلت يذكروني بالخير. علي، أكيد الطموح على المستوى العملي أنك تقدم أول مذيع عربي قدم جوائز الأوسكار. طموح آخر؟ أكون أب ممتاز لأطفالي مثل ما أبوي الله يرحمه كان أب ممتاز لنا. أكون ممثل أقدر أقول ممتاز للشباب الكويتي أولا، الخليجي ثانيا، والعربي ثالثا، بما أمتلك من أدوات. وأكون في يوم من الأيام يحق لي بأن الناس لما يقولون المذيع علي نجم أبي يقولون المذيع القدير، المذيع المخضرم، المذيع الذي ترك بصمة، المذيع الذي غير في مجال الإعلام، المذيع الذي أحدث التغيير. أبي هذا الشيء ينقال بأي طريقة ممكنة. فأحاول كثر ما أقدر بأني أنا أوصل لهذا الطموح في يوم من الأيام، علشان لما أقعد وباكر عيالي يكبرون بمجرد ما يقرون اسمه فلان ولد علي نجم أبيهم يقولون والنعم، لأن أبوك غير في حياتنا تغيير جدا إيجابي. أكيد، والنعم دائما وأبدا يا علي ويا مايد. احنا فخورين فيكم لأن عرفتوا تستغلون الأدوات اللي موجودة من سوشيال ميديا وأيضا من إعلام فيما يصح، وقدوة حسنة للشباب اللي نتمنى أنهم يكونون هكذا دائما وأبدا. الإعلامي الكويتي علي نجم، شكرا جزيلا لك، نورتنا. شكرا. وأيضا مايد آل علي، ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، شكرا جزيلا. بس عندي كلمة سريعة أبي أقولها، أنا وايد آسف، مذيع لازم أسوي. أيوة طبعا. بس أبي أشكر الشباب القائمين على هذا المشروع الجميل في بنديرة، قرية بنديرة، على دعوتهم لنا. نعم. هم السبب اني انا كنت اليوم ازور السلطنه لاول مره، فيعني لازم يوجه لهم هذا الشكر على جهودهم، على تنظيمهم، على ادبهم، على رقيهم. امانه اقول بانهم ممثل جدا جميل للشاب العماني، فيستاهلون كل التقدير والاحترام، وانتم ايضا تستاهلون كل التقدير والاحترام. مشكورين وما عليكم زود. شكرا جزيلا لكم، نورتونا في من عمان. مشاهدينا احنا متواصلين معاكم محطتنا الاخيره مع فقره قيم، خليكم معنا.
تنتشر كثير من البيوت